انا فلاح. انا فلاح. انا فلاح. انا فلاح. انا فلاح. انا فلاح. جبنا 5 فلاحين وحطينا وسطهم حد مش فلاح، لو طلعوه خلصوا الجيم قبل اخر راوند يكسبوا، لو ما طلعوهوش او فضل لاخر راوند يكسب هو. ده برنامج بينا غريب. نمبر 1 معدات الفلاحه ايه هي؟ قولي لي حاجه مثالين. جرار. مثال كمان. انا ما كنتش عايشه في ريف، انا كنت في المركز. مستغرب صراحه ان في بنت يعني، بس مش عارف يعني دي حركه ولا ايه، بس هنشوف يعني. رقم 6، ايه اشهر وسيله مواصلات عندكم؟ انا كنت برضو في نفس الكلام، كنت في مركز، فكان عندك بقى تكاسي وميكروباصات، في اوقات كان بيبقى في التكاتك. انا هسأل رقم 5، انت ايه اشهر حاجه في المحافظه اللي انت منها؟ بلد 99 وزير. 5 بقى لا انا شاك فيه اكتر، عشان بلد ال 199 وزير ده كله عارفه يعني. رقم 4، ايه اشهر حاجه عندكم تخرجوا فيها يعني؟ اشهر شارع يعني. يعني مش عارف لو قلت لك اسم الشارع هتعرفيه ولا لا يعني، بس اسم شارع مثلا الخليفه المأمون مثلا، ده شارع في المحافظات، كل المحافظات فيها اسم الشارع ده يعني. اوكي. رقم 3، انت بتيجي من الاقليم اللي انت فيه من هنا لقد ايه؟ القاهره. ساعة ونص. رقم 2، انت من القاهره المكان بلدك يعني، تاخد طريق ايه؟ بنزل الدائري وبعدين شبرا بنها والاقليم. الشبرا بنها ده تمام يوصل. رقم 2 هادي كده، بس لما حد سأله انت بتروح ازاي هو قال شبرا بنها، بس يعني لفه غريبه كده، بس ماشي. طب اسال انا رقم 4، عاده مثلا لو انت حد قاعد في التجمع او في القاهره، ايه اقرب مكان تقدر تستخدمه كحته للمواصلات؟ موقف يعني؟ من التجمع يبقى موقف السلام، لو انا مش من التجمع مصر الجديده مثلا ممكن من عبود. مظبوط. رقم 6، ايه احسن الاماكن اللي انت بتخرج فيها في مكانك؟ هو في كذا حاجه، بس اغلبيتهم تبقى ممكن تقول عليها ستارت ابس، يعني ما فيش حاجه بتكمل، بس ممكن اقول اشهرهم مكان موجود عندنا اسمه تريفل. ده كافيه يعني؟ ده كافيه ومطعم وكل حاجه. اوكي ماشي. اسال رقم 5، ايه اشهر اكله عندكم؟ الفطير المشلتت والبط. جوعتني. رقم 5 ما شكتش فيه، حاسه عارف معلومات كتير. طيب رقم 2، الفطير المشلتت يعني عاده بياكلوا معاه ايه؟ عسل جبنه إيه؟ عسل عليه طحينه. ماشي، ده عسل اسود يعني. وايه تاني ممكن ناكل معاه بقى حاجه يعني ساعات حادقه؟ بحب اكل معاه جبنه عادي. حاجه حادقه. جبنه قديمه. ماشي. نمبر 6، لما بتصحوا الصبح عامه ايه الحاجه الطبيعيه بتعملوها؟ بتصحوا بدري اصلا ولا بتصحوا متاخر؟ بلدكم عامه مش نشيط قوي، بس لا يعني بتصحى ابدا بقى شوف انت وراك ايه النهارده، مشاوير، تفطر، تلحق تنزل مع اصحابك، في دروس، في مواصلات هتلحقها. تمام. انا عندي سؤال، هو كل واحد يعني يقول مثلا هو عايش في بلده ولا هو ما بقاش عايش فيها خلاص؟ مثلا من نمبر 6 انت. لا يعني فضلت عايش في البلد اللي انا كنت قاعد فيها دي من لحد من 3 سنين مثلا. انا مش عايش فيها، بس بروح على طول يعني أنا كل يعني اسبوعين مره. نفس الكلام. كنت عايش فيها برضو لحد يعتبر يعني لحد الجامعه، وبعدين لا انا عمري ما رحت، انا بروح زيارات بس. انا كنت عايش في بلدي لحد ما دخلت الجامعه. لحد ابتدائي. رقم 3، المكان اللي بيتربى فيه البقر والكلام ده اسمه ايه؟ تدريب. كنت شاكك سيكا في رقم 3 عشان كنت حاسه هادي كده وقاعد رزين يعني. طيب انت شكلك بقى عارف المكان اللي بيتحط فيه اكلهم. العلافه. تمشي برضو. رقم 3، في حاجه بيسقوا بيها الزرع في الارض. لا مش فاكر اسمها. سهله قوي دي. 3 ساكت خالص، ما بيسالش ولا عايز حد يساله، فانا حاسه جاي ايه مداري حاجه كده. نمبر 5. سايه. ماشي شكرا. في حاجه اجدد بقى يعني، دي قديمه بطلوا يعملوها. تربة الميه. تمام. قال ايه؟ ترومبا يعني دي مودرن شويه، وفي واحده بقى اكتر بقى يعني، في واحده بقى بموتور اللي بالكهرباء دلوقتي. طيب رقم 2، المكان اللي هو بعد ما يعني بيروا الزرع، في مكان كده الميه بتروح في اسمه ايه؟ انا ما كنتش باسي الارض يعني. لا ما انا عارف، بس ما انا برضه ما بسقيهاش، بس انا يعني بيبقى مكان معروف كده يعني. رقم 2 انا شاك فيه شويه يعني، بس يعني هنشوف كلنا في الاخر. بيبقى شبه الترعه مثلا، بس هم بيقولوا عليه اسم تاني. ما هو البلد اللي انا كنت قاعد فيها، انا كنت قاعد في اقليم، ما كنتش قاعد في قريه. ماشي، ما انا برضه كنت قاعد في اقليم، بس ده اسمه مصرف عامه انا يعني. ما اعرفش. 2، لا يعني انت مش فاهم له، ملوش ملكه، عمال يرد شويه ويسكت شويه. يعني ما كنتش عارف عشان ممكن اكون بقالي كتير ما نزلتش بقى وكده يعني. رقم 6، جدودي وجدودك كانوا بيربوا حاجه فوق السطح دايما، بتبقى معروفه في الارياف. حاجه من 3، يا فراخ يا بط، يا في اوقات بتبقى خرفان، ممكن في اوقات تانية بيبقى ممكن حد لو عمل نفسه نضيف شويه بيربي كلاب. 6 لا ما شكتش فيه خالص يعني. هو الوحيد اللي كنت حاسه برضو كان بيتكلم برضو وتحسه ابن بلده قوي يعني. ماشي. رقم 2، في حاجه بتبقى قدام البيت حاطينها دايما، حاجة ممكن نطلع نقعد عليها مثلا كراسي يعني ولا؟ قدام العماره، البيت بتاعنا. في الارياف يعني. انا ما كنتش قاعد في ريف، انا كنت قاعد برضو ما هو عامه على فكره الحاجات دي انا مش فاهم يعني هو الحاجات دي مش بقى شرط تبقى معروفه على فريف فكره، على فكرة. ملهاش حاجه بنحطها يعني- قدام البيت
مش شرط تبقى فري، هو تبقى موجوده. يعني بص اقول لك على حاجه، انت مثلا اكيد انت لو عايش في مركز اكيد رحت عزف ارياف، اكيد يعني اكيد رحت مره في حياتك. انا مش فاكر اسمها اللي بيبقى قدامي دي، بس ده حاجه خشب هي، صح؟ او احنا ساعات كنت بقعد انا واصحابي مثلا على الرصيف عادي، سمع في حاجة وساعات كده بقعد- قدامي. هي خشب كده وطويله، وبيبقى ايديها خشب عاليه شويه. ايوه. رقم واحد ما شكتش فيها خالص، عشان الاسئله كانت بتقعد تسالها اللي هو زي الدكه دي، مش عارف ايه ده اصلا. دلوقتي كل واحد فيهم هيقول هو شاكك في مين عشان يطلعه بره. رقم 2. شاك في رقم 3. شاك في رقم 6. 2. 2. فضلوا قعدوا يزنقوني في اسئله كتير، مثلا اللي احنا نطلع نروح نقعد فين، انا ما كنتش فاهم ايه السؤال ده، وبعد كده كانوا محسسني مثلا ان احنا قاعدين تحت الجاموسه ولا اي حاجه. لا نكمل. يعني كام؟ اكمل. كمل. هكمل. ما كل واحد كده يقول هو منين. كفر الشيخ. شارع ايه؟ انا كفر الشيخ برضه. منوفيه. منوفيه. ماشي كده، في بيف هيحصل. انت براءه، انت ما حدش عارف يزنقك. انا الوحيد اللي مش شرقية، شكلهم هيطلعوني بره. ماشي. رقم 4. ايه اشهر بتاع فطير عندنا في كفر الشيخ؟ يعني انا بقالي سنين ما روحتش، بس هو اشهر واحد زمان يعني كان الخولي. ماشي. تمام ولا ايه؟ تمام. رقم 6. ايه انت منين من المنوفيه؟ انت بره عنك انت القصه دي. شبين الكوم. لا رقم 3 ما بيتكلمش خالص، وبعدين هو الوحيد اللي مش شرقيه وانا مش عارف اساله في الشرقيه، فلا. رقم 6 الصرف، يعني صرف المايه بتاع البيوت في الارياف بتتصرف ازاي؟ يعني ايه بتتصرف ازاي؟ يعني يعني انت هنا في القاهره في صرف ومواسير صرف وكده، جميل. في الارياف بقى المايه دي بتروح فين؟ في الارياف بيبقى زي ليها خزانات معينه، او بتبقى ليها رشاحات معينه كده بتمشي فيها عشان توصل للصرف الصحي. لا لا اصل انا برضو انا بقول لك انا قاعد في شبين الكوم، فشبين الكوم دي تعتبر من انظف المناطق اللي موجوده في المنوفيه. اكيد عارف. فكان برضو انا كل خبرتي انها هو برضو نفس الفكره، مواسير صرف بتوصل الدنيا دي كده على بعضها. بس هي الشرقيه وخلاص. مش جنب المنوفيه اعتقد يعني. انا رحت أنا برضه بقى ما وعارف أعرفش بقول لك بصراحة. ايه. مش حاسس ان هي جنبها يعني. مش قريبه، لا خط تاني. هما الاثنين واحد نفس الحاجه. اه لا نفس يعني نفس لا نفس طريقه الحاجه، انا الحياه. رحت الاثنين. اه رقم 4 كنت شاك فيه عشان هو بيسأل كتير وعشان اكبر مننا فلافف وشايف يعني. رقم 4. ايه هو التبن؟ ده ثانيه واحده والله عارف. اعتقد يعني ان هو اكل البهايم يعني. بيتكون من ايه يعني؟ هو لونه اصفر كده وبيبقى مربعات يعني. انا هو عارف صح، شكله. بس انت ما قلتليش هو بيتكون لا يعني. لا ماشي. فعلا مش عارف ماشي. بيتكون من ايه، بس انا عارف هو بيبقى شكله صح. بوكسات كده أيوة. ويبقى في الاخر أيوة. بيفضوا من بعضه يعني. ايه هو التبن بقى بيتعمل من ايه؟ اخر نبته القمح، البذور بتاعتها الناشفه، الحاجات دي. عشان كده لونه اصفر. اوكي ماشي، من القمح. قمح والعدس والفول والحاجات كذا حاجه. ده تجميعة كده. 4 يعني بدأت أشك فيه بصراحة، بيسأل كتير ويرد أكتر ويحاول يزنق نفسه في نص الكلام، لا يعني بدأت أقلق منه. ممكن اسال رقم 4 تاني؟ في عندنا في العيد بنروح مكان معين. انا نادي الشرطه. انا نادي ماشي. الشرطة. كده كفر الشيخ أوي الصراحة. طب بما إنك أنت من المنوفية بقى، نسألوا بعض، أنا هسأل رقم 5. أنت كنت منين من المنوفية؟ بركه السبعه. أنا كنت ممكن برضو في الأعياد بتنزل شبين والدنيا دي وكده. انا ما كنتش عايش هناك، انا بروح هناك كل فتره بس مش عايش هناك. طب تعرف شبين والدنيا اللي فيها وكده؟ اه طب مش أوي برضه. من أشهر النوادي تقريبا اللي معروفة في المنوفية عموما. مش عارف. انا عارف في المنوفيه في اللي هو الاستاد الكبير قوي ده، مش عارف اسم الشارع اللي جنبه ايه. في نادي انا عارف اللي في نادي جنبه، بس مش فاكر اسمه ايه بالظبط. ماشي. هو في نادي معين كده هو أنا معروف في فاهمك. المنوفية عامة، رغم ان هو يعتبر ده الصغير بس تمام. لا 6 منوفي يعني. هسأل رقم 1. اشهر شوارع يعني. انت من كفر الشيخ، محافظه من مركز كفر الشيخ ولا؟ تمام. خليفه مأمون والنبوي. مش فاكره اسمه بصراحه، بس عشان ما كنتش بنزل هناك كتير يعني. ماشي. النبوي المهندس. ايوه النبي المهندس. لا واحد ما صعب قوي تشك فيها، عارفه ودارسه ورايحه وجايه، يعني هي عارفه كل حاجه تقريبا. طب رقم 3. طيب قول لي، ما انا مش عارف اسالك بس ماشي. قول لي مثلا مركزين في الشرقيه. تعرف انا عارف مثلا واحد بالبه مثلا يعني. بالبيس غيرها بقى قول لي اي واحده تانية. الزقازيق. ماشي. دي العاصمه معروفه. مش عارف غير الزقازيق والبيس اللي انا قلتها له، فاكيد يعني وانت رايح بلدك بتعدي على كذا مركز يعني. الافراح في شبين بتبقى زي المراكز الصغيره. مش دايما يعني، في اوقات تبقى قاعات بقى وبدل ومش عارف ايه، في اوقات ناس تبقى اريح لها لا انا اعمل صوان ونجيب الناس وبتاع عاليه كده ومغني والدنيا كده خلصت. 6 لا انا مش شاكك فيه عشان هو عمال يسأل وعارف يعني وبيسأل وبيتكلم. بيبقى في ميزه كده يعني، لو انت عايش في المحافظه بتاعتك بيبقى في ميزه بين الناس وبعض كده يعني. ايه الميزه؟ الناس كلها عارفه بعض، مفيش حد مش عارف مستحيل، بعض. مستحيل. تقول حاجه في بيتك تعرفها الجيران اللي في الشارع اللي وراك. تمام. دي حلوة حقيقه. دي. انت برضه عارفها دي. اما ده بس اسالك. ممكن اسال رقم 2؟ في كلمه مشهوره عندكم، لو حد سالك مثلا عامل ايه ايوه. تعمل ايه؟
عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. لا في واحده حاجه تانية انا فاهم يعني في صيغه الاجابه بيبقى في حاجه كده، حاجه الحمد بتتحط لله الأول. كده وبعد قبل الحمد لله في حاجه. او مثلا لو سالتك انت اكلت النهارده وانت ما اكلتش، هتقول في الطبيعي هتقول ما اكلتش. مش بس كلت انت يعني. ماشي. مش كلت، مش شربت كده يعني. مش رحت مش جيت، عارف انت بالظبط. هو المفروض كان من الشرقيه، فالمفروض كان يبقى عارف حاجات كتير قوي، لان الشرقيه فيها حاجات كتيره قوي انا عارفاها اصلا. رقم 3. رقم 5. رقم 3. رقم 3. انا كمان 3. لا لسه نكمل. ماشي نكمل. كمل. انا حاسس ان لسه فيها برضه. رقم 6. قول لي شخصين معروفين، يعني 2 مشهورين من المنوفيه. الرئيس الحالي طبعا. لا هو مش من المنوفيه اصلا، بس حلو. المنوفيه اصلا. اه. وكانوا بيضحكوا عليا بقى. ايه موضوع ان الرئيس من المنوفيه ده؟ كنت واثق فيك، مالك؟ طيب مش حلو السؤال ده. انت تعرفي حد من كفر الشيخ مشهور؟ لا بصراحه. هي صعبه برضه. رقم 4 في جنينه حيوانات. ماشي ثانيه اسمها واحده. صنعاء. ماشي. بس هو ما بقاش فيها حيوانات يعني، انا ما عمري شفت فيها حيوانات يعني. بس هي معروفه من زمان ان هي جنينه آه. حيوانات، مش شرط بقى فيها حيوانات ولا. تمام. طب انا اسال رقم 5. مكان مؤخرا بقى مشهور في المنوفيه وفي مصر عموما ان هو كل المنوفيه بتخرج فيه. اللي انا اعرفه يعني مول طنطا متطورين جامد قوي. مش ده اللي في دماغي بس ماشي. بتسوق وانت رايح ولا لا؟ اوقات واوقات. يعني قول لي طريقك بقى بالتفصيل كده. أنا قاعد في التجمع فاخرج من 90 على نزله السويس، من السويس يوديني على دائري، نزله دائري على شبرا بنها، وبعد كده في الرجوع بقى بيبقى في تحويله كده عشان الطريق شبرا بنها مقفول في الرجوع بقى له فتره. تمام. GPS. لا عيب. الراجل ده. رقم 6 ده شكله من المنوفيه بجد. طيب انا هسألك سؤال، انت كنت في لحد ايه قلتي لي وانت في كفر الشيخ؟ ابتدائي. يعني كنت في مدرسه هناك، مدرستك كانت اللغات التجريبيه. لا رقم 1 من كفر الشيخ، يعني موضوع ان هي عارفه الشوارع، قالت المدرسه اللي انا كنت فيها، الحاجات دي مستحيل حد يكون عارفها مش من كفر الشيخ. الشرقيه تقريبا ابعد من المنوفيه بالنسبه ابعد من التجمع بالنسبه للمنوفيه. لو بالبيس لا بالبيس قريبه برضو، لو هو من التجمع دائري سعد الدين الشاذلي عبور بالبيس يوصل اعتقد اسرع من نزله اوسنا. مش انتوا عارف تبقوا نزله اوسنا صح؟ بتنزلوا برضو من شبرا بنها بننزل اوسنا كده. بتنزل كده الزراعي ساعات وبعد كده تقابلك اوسنا بقى والمطبات برضو كتير لحد ما تريلات. توصل لحد ما تطلع كوبري بركه السبع يعني اللي بيدخلك على المنوفيه. هو اللي بيعمل الزحمه كلها التريلات. زحمه التريلات تبقى هناك والبياعين اللي وكمين بيبقوا في النص الغربيه دول. برضو ساعات بيبقى واقف. 4 أدرجي رايح جاي وعارف الشوارع وعارف الطرق وعارف الدنيا. لا حاجه خطيره. معلش كنت اسالك لان انت اللي رحت أنا هناك ساكت كتير. شوية. يعني ايه العادات طيب المشهوره؟ انا عارف ان انت مش من اقليمي يعني، انت من المركز، بس اكيد عارف هم بيعملوا ايه يعني، الفلاحين يومهم بيبقى ماشي ازاي؟ بالويم كده لان انا مش عارف قوي بصراحه. تعرف ان هو يومهم بيبدا بدري قوي. 6 الصبح. فطار بقى وكوبايه الشاي بعد الفطار عشان تحبس كده. بعدين بقى تبدا تشوف الارض، تعدي على اسمه ده على الزريبه، تشوف البهايم، العشه بتاعت الفراخ، لو في مثلا ناس عندهم غايه حمام بيشيكوا عليها، الكلام ده كله كده. اروح بقى عشان الغدا. اجابه بيرفكت. رقم 5. الفرن بتاع الفلاحين بيبقى عامل ازاي؟ اللي دلوقتي بيبقى مش اللي هو اللي بيبقى بالطين زمان. يعني كان انت عارف زمان كان بالطين، دلوقتي بيبقى شبه المربع كده بالانبوبه. وصاج بالانبوبه. النار طالعه كده من جواها. طب فاكر القديم ده كانوا يعني بيستخدموا نار ازاي؟ لا ما حضرتوش، ما سمعتش. ما حضرتوش اصلا. انا هو فاكره قديم شويه. فعلا. انا فاكره شويه. إيه؟ بيبقى طوب وعليه طين او طمي على حسب اللي قريب ليهم. بيستخدموا الجزء اللي تحت بيبقى كله حطب ويرموا عليه اي حاجه مثلا ماده تساعده ان هو يولع اسرع او كده، ويدخل بقى دخل مقالي السمك الفطير الكلام ده كله. لا 6 برضو تحسه ابن بلد قوي، بس هو في شويه حاجات كده بس مش مشكله. لا هو شكله فعلا من المنوفيه. ايه اشهر اكل عندنا؟ فطير، حمام. مش سمك يعني؟ ما باكلش سمك قوي فمش مركز يعني هو مشهور ولا يعني. انا بالنسبه لي يعني اللي انا فاكره برضو يعني حمام وفطير ورز معمر كده يعني. ازاي اصلا ما يعرفش اشهر يعني اكله في كفر الشيخ؟ سمك. ماشي. رقم 6. في حاجه تقريبا اسمها القف حاجه كده، دي كان بيستخدموها في ايه؟ اللي استخدموه مثلا ان هو بينقل مثلا جايب كذا حاجه ومش عارف ايه، تبقى ليها ودنين كده وبتضمهم على بعض، تشيلهم مع بعض، لان كانت اوقات بتبقى تقيله قوي، فهو ممكن يبقى 2 بيشيلوها مع بعض كمان. حتى في مثل طالع عليها يقول لك القفه ام ودنين يشيلها 2. رقم 4. انا رقم 5. رقم 4. انا بصراحه بقول 4. لا خلاص. خلاص كفايه. لا اظن احنا كده خلاص طلعناه. ممكن البوست ده ياخد خطوه قدام. اوف يا نهار ابيض. مين مذاكر لك طيب؟ دي ما جاتش في بال حد خالص. واسئلتها ايه؟ تك تك يعني تك تك ورا بعض. هي عارفه كل حاجه عن كفر الشيخ يعني، اكيد ليها قرايب هناك. ليها اكيد حد. دي عامله ريسيرش ابن لذينه. ايوه بجد عارفه المطاعم. ChatGPT.
لا بجد يعني انا عايز افهم بس مين اللي مذاكر لها، ما هو ده مش طبيعي على فكره. يعني هو انا في اللجنه بتعملوا معايا كده، هنا بتعملوا معايا كده؟ ايه الصدمه دي؟ ما كانتش متوقعه ولا على البال ولا على الخاطر خالص. لما لقيت ان هي الامبوستر انا طبعا استغربت يعني. مستبعدة خالص عشان يعني عارفة كل حاجة ومش وانت عارفاها، ويعني لا في حاجات كتير قوي عارفاها. رقم واحد لا خطيره الصراحه، يعني صعبانيه. انا مش من كفر الشيخ، بس قعدت يومين مثلا بذاكر من كفر الشيخ. سالت ناس من كفر الشيخ، صحابي من كفر الشيخ برضه سالتهم. شات جي بي تي كده كده. انا سيف من كفر الشيخ ومش عارف ازاي نمبر 1 صراحه، يعني معاها كل المعلومات دي. انا محمود شتله من المنوفيه شبين الكوم. أنا يوسف من الشرقية. انا اياد من المنوفيه شبين الكوم. انا زياد من المنوفيه بركه السبع. انا هنا من القاهره.